هحاول امسك دموعي وانا بعمل الفيديو دوت، وده غصب عني، وكان لازم اصوره لاني محتاجاكم كلكم تبقوا معايا في لحظه زي كده وتدعوا له. اتعودت كل ما خالي يجي لنا زياره ويجيب لنا معاه في الشتاء تحديدا خص بلدي من بتاع البلد اللي هو الرفيع بورقه ناعمه دوت، ان انا على طول اعمل محشي خص. والاول مره الخص يجي والورق يجي بس خالي ما يجيش. لاول مره ما يتصلش بينا قبل ما يجي ويسالنا احنا محتاجين ايه، ومش انا لوحدي، ده انا وكل اخواتي. قبل ما يجي يتصل بينا يقول نفسكم في ايه عشان اجيبه وانا جاي، ومفيش حاجه بنطلبها الا ولازم يدور عليها ويجيب. بس المره دي مش هو اللي اتصل، مراته اللي اتصلت وسالتنا محتاجين ايه عشان تجيبه وهي جايه. والاول مره هم يجوا والحاجه تيجي وخالي ما يجيش. وعلى قد ما كنت فرحانه قوي ان هم ما نسوناش وفضلوا محافظين على اللي كان ابوهم بيعمله، بس على قد ما انا كنت زعلانه ان هم جم وهو ما جاش معاهم. الله يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة، ويجعل الطيب اللي عمله في حياته يقعد لولاده، ويبارك في ولاده إن هم لحد النهاردة حريصين إن هم يودونا، وإن هم يعملوا اللي كان أبوهم بيعمله ويفضلوا ماشيين عليه. طبعا أنا استغليت الفرصة ديت إن أنا أعمل أكل حلوة بالخاص دوت، منها تدعوا له ومنها كمان تشوفوا الاختراع اللي بعمله من فترة وكان عاجب الولاد جدا، وقلت ان انا اعمله لكم. معرفش اذا كان حد عمله ولا لا، بس انا بعمله من زمان واستغليت ان الصينية دي جات لي وقلت اعمله على طول. جبت الخس اللي هو كان الله يرحمه كان معودنا ان هو يجيبه في الشتاء على طول، وابتديت ان انا اعمله حجبه بعد ما عملت الخلطه زي ما انتم شايفين كده. بالمناسبه يا جماعه انا عامله الطريقه دي بنفس الطريقه اللي انا كنت باكلها في بيته من وانا عيله صغيره. خلطه عاديه جدا عباره عن بصل وتوم، ومش حاطه اي توابل غير فلفل اسود وبس، مش حاطه اي حاجه ولا اي افتكاسات، انا عاملاه بالطريقه الاصلي. وهنا بعد ما لفيت المحشي حجبه، ايوه يا جماعه محشي الخاص دايما نعمله حجاب، جبت الشبكه بتاعه صينيه المندي اللي انا كنت جايباها من ايفال، وابتديت ان انا بقى اثبتها. وكان عندي فرخه كانت خلاص قربت تستغيث في الفريزر، تبلتها بتتبيله بسيطه جدا، بصله وطماطم وتوم وفلفل وشويه فلفل اسود ورقه لوري مضروبه في الخلاط وبس كده. وهنا كانت شويه ميه حطيت فيهم ملح وبقيت خلطة المحشي، لان كده كده الفراخ هتنزل البهاريز بتاعتها، وقفلتها كويس وحطيتها في الفرن من تحت يا جماعة، من تحت. وبعد كده سبتها ساعة وربع مقفولة، وبعد الساعة وربع ما عدت ابتديت ان انا اشيل الورق الزبدة والورق الفويل، اول هام علشان الفرخة تاخد لون، وتاني هام علشان البخار يطلع والمحشي يبتدي بقى يخرج المية زيادة اللي فيه، لان انا كنت قافلة عليه قفلة جامدة قوي. بعد نص ساعة بالظبط كنت مشغلة الشواية من فوق، المحشي طلع زي الفل زي ما انتم شايفين كده، والفراخ كانت دايبة، وهتشوفوا دلوقتي ازاي كانت دايبة. طبعا يا جماعة الطريقة دي كنت بعملها الاول بحط ورق فويل وبقعد عليه الفرخة، لكن بعد ما جت للصينية دي بصراحة بقت العملية سهلة جدا جدا. الوصفة حلوة قوي، نفسي تجربوها، وبسيطة جدا على فكرة يا جماعة وسريعة، واي حد عايز يعملها في عزومة شكلها حلو قوي. قبل ما امشي بس بالله عليكم دعوة حلوة كده منكم لخيري، الله يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة، ويجعل كل الطيب اللي عمله في حياته شفيع لي يوم الدين إن شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، وأتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.